إقامة الحجة على الوالدين عقوق. ولما سئل الإمام الشافعي هل يتخاصم الولد مع والديه؟ قال ولا مع نعليهما. طيب ما جاش في القرآن ما يوصي الرجل على أولاده، لأن هذه فطرة غريزية. يعني إن الله قسم الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا في الأرض واختزن عنده 99 جزءا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. حتى الحيوانات مع أولادها في فطرة ربنا وضعها فيها. فما نقولش خلي بالك من ابنك، إنما نقول خلي بالك من أمك، خلي بالك من أبوك. فجاء القرآن ليقول ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا أمر حض فيه القرآن الأولاد على إكرام آبائهم وأمهاتهم، فقال إما يبلغن عندك يعني هم في بقوا الآن في ضيافتك، في حمايتك، في خدمتك، فأنت خادمهم وأنت القائم على إكرامهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف عبارة عن هواء زفير يخرج من الفم، بعبر به عن الضجر والتضجر والتوتر والإزعاج أو الضيق. فربنا نهى عن ذلك، أن يخرج من فمك هواء فيه عنف أو فيه شدة أو تعبير عن الغيظ، أن يكون ذلك في وجه أبيك أو في وجه أمك. ولا تنهرهما يعني لا ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم يكون فيه لين الجانب. إذا كان ربنا بيقول للرسول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فما بالك بقى إذا تكلمت مع أبيك وأمك؟ اجعل رأسك وعينك في الأرض، لا تنظر في وجوههم، لأن ربما تخرج من عينيك حدة في نظرتك إليهم فيكون في ذلك عقوق. وقال الإمام الشافعي إقامة الحجة على الوالدين عقوق، حتى ولو أنت عايزة تثبتي أنك صاحبة حق في ان اللي انت عملتيه صاحبة حق، وانت صاحبة حق فعلا، بس عاوزة تقولي لأبيك او لأمك انتم مخطئون في هذا الامر. إقامة الحجة على الوالدين عقوق. ولما سئل الإمام الشافعي هل يتخاصم الولد مع والديه؟ قال ولا مع نعليهما. يعني الإنسان لو غضب كده وضرب برجله حذاء أمه أو حذاء أبيه ففي ذلك عقوق، مع أنه لم يتكلم معهما، إنما أهان الحذاء، فإهانة الحذاء إهانة للوالدين.